أكتر نصيحة مش بحب أنصح بيها حد بس ساعات بتكون الشر لابد منه هي الجوب هوبينج. الجوب هوبينج هو تتنقل من وظيفة لوظيفة في مدة قصيرة. بس أنا ليه بقول لك كده؟ لأن للأسف في أوفرز دلوقتي بتبقى معروضة وبالذات على حديث التخرج، يعني مهزلة بصراحة، والشركات بتستغل ده اللي هو اقبلوا خلاص وانتوا لاقيين. هنا ما اقدرش اقول لك ما تقبلش وما تشتغلش لانك محتاج الخبرة، فالجوب هوبينج هو الحل. لانك لو فضلت في مكانك الشركة اخرها هتزودك ايه 5 10% كل سنة، ده لو حصل. لكن لو اتنقلت لوظيفة تانية بره هتزيد من 20 لحتى 40%، وممكن دبل المرتب لو مرتبك يعني هزلي. فانصحك لو قبلت وظيفة مرتبها سيء اوعى تريح، وخلي السي في بتاعك جاهز. بس قبل ما تستقيل جرب تعمل حاجة هتساعدك اسمها ريتنشن ريكوست، انك تروح للشركة بتاعتك تقول لهم والله انا جالي اوفر بالمبلغ ده، هل تقدروا تدفعوا لي نفس المبلغ ده وتخلوني؟ وهنا هيفيدك ان السي في بتاعك ما يبقاش كل شوية وظيفة بتتغير، وبتعرفهم انك مرغوب في السوق وعارف قيمتك. وساعتها لو انت شاطر الشركة ممكن فعلا تدفع لك المبلغ ده وتخليك، بس لازم تاخد ضمانات مكتوبة عشان ما يضحكوش عليك. لان في الاخر الافضل انك تفضل مدد اطول في الشركات اللي تشتغل فيها. انتوا ايه رايكم؟ شايفين التنقل من وظيفه لتانيه بسرعه هيساعد في زياده مرتبك، ولا ان دي حاجه صعبه وما فيهاش استقرار؟ عايزه اسمع رايكم. Let's know my mind.